العيد بالنسبه لي يعني فسيخ مظبوط وسلطه رنجه مش هتدوقوا زيها في حياتكم، وهقول لكم ازاي تعرفوا البطارخ المرمله وانتوا بتشتروها. اختاروا الفسيخ اللي ملمسه طري جدا ومفيش داعي خالص يشيلوا القشر من بره، بس افصلوا الراس والديل وافتحوها زي الكتاب علشان تشوفوا الشكل ده. اتخلصوا من المعده بورق المطبخ وشيلوا سلسله الظهر بايديكم. كل ما كنتم هتعرفوا تختاروا فسيخ طري وطازه ومتملح مظبوط هتعرفوا تعملوا الحركه دي بمنتهى السهوله، سواء كانت بايديكم او بالمعلقه. كده انتوا خليتوا الفسيخ بمنتهى السهوله، بس مش عايزين غير شويه زيت، بصل اخضر وليمون. الفسيخ ده انا اخدته من سوبر ماركت محمود الفار، ومش الفسيخ بس، كانت الرنجه والخضار العيش كل حاجه. وده لان محمود الفار سوبر ماركت متكامل فيه كل حاجه ممكن تحتاجوها. ولو زي دايما بتدوروا على البطارخ المرمله في الرنجه، لما تدوسوا على بطن الرنجه وتلاقوا الجزء ده ناشف اعرفوا انكم هتلاقوا البطارخ اللي بتدوروا عليها. افتحوا الرنجه من الظهر وتخلصوا تماما من سلسله الشوك واسحبوا الجلد من اللحم، وكده انتوا خليتوا الرنجه بمنتهى السهوله. علشان بقى تحضروا سلطه الرنجه، قطعت لحم الرنجة والبطارخ ونزلت عليهم بفلفل احمر واخضر، بصل احمر وبصل اخضر، شطه وبابريكا مدخنه، كمون وكزبره وتوم باودر، شويه ليمون كتير، معلقه خل وشويه زيت. قلبوا كل المكونات كويس جدا مع بعضها وانقلوها في طبق التقديم وانزلوا عليها بخيوط طحينه خام، بجد خطيره. انتوا كده عملتوا ألذ فسيخ مخلي وسلطه رنجة للعيد، بجد لازم تجربوها.